بص يا صاحبي، حلقه النهارده من الحلقات اللي مبقاش عارف ابدا فيها من انا خبر، لكن عارف انا هبدا منين. من انك تصلي على النبي. كل مره اطلبها منك وكل حلقه اطلبها منك تصلي على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين فصلوا عليه. مش عاوز منك اي حاجه، انا قلت لك قبل كده ما تعملش لايك واشتراك، عاوز تعمل دي بدماغك، لان انا بعتبر نفسي مش مقدم محتوى، انا راجل زملكاوي بطلع لك الكلمتين اللي عندي واتكل على الله. فانا بطلبها منك انك تصلي على النبي، مش تاخد منك دقيقتين في الكومنتات. وتعالى بقى نتكلم في اخبار النهارده. حلقه النهارده من الحلقات اللي بقى هاخد عليها شتيمه كتير، لان انا عندي بعض التفاصيل المهمه جدا في بعض الصفقات. بص يا سيدي، تعال نتكلم في حته مهمه. انا من اوائل الناس اللي طلعت قلت لك ان الاهلي مستميت وعاوز مصطفى محمد وهيموت عليه من الاخر وبالباقي خالص اهو. الاهلي عاوز ايه؟ يجيب بديل لوسام علي. وقلت لك قبل كده وسام علي مش هيكمل في الاهلي، مش مكمل في الاهلي، وكل يوم تطلع اخبار وجايب لك قصه وسام قدام. لكن عاوزك تفهم ان الاهلي مستميت على ضم مصطفى محمد باي طريقه كان. وقلت لك برضو ان النادي منفتح لبيع اللاعب، وقلت لك قبل كده ان النادي هيطلب 10 مليون دولار، وده فعلا الاخبار المتداوله في الوقت ده. قلت لك كمان خبر من مصدر موثوق ان مصطفى محمد مضى في الاهلي، تمام؟ فالناس تطلع تشتم وناس تطلع تنتقد وناس تقول مصطفى زملكاوي وناس، لكن انا عندي خبر من مصدر موثوق ان مصطفى محمد مضى في النادي الاهلي. والمشكله كلها واقفه انك تخلص مع نادي نانت الفرنسي، اللي قلت لك ان مصطفى محمد النادي منفتح لبيعه بسبب يا صاحبي ان الراجل عنده مشاكل هناك بسبب دعم الشواذ. الراجل مش عاوز يدعم الشواذ، وده اللي عامل مشكله في الدوري الفرنسي وبالذات في نادي نانت. فالقصه النهارده بعض الاخبار انتشرت امبارح ان وكيل مصطفى محمد في القاهره، قلت لك الكلام ده ان الاهلي عاوز يخلص مع نانت، فوكيله جاي مع الاهلي عشان يخلص كل القصه دي. بعض الناس على السوشيال ميديا طلعت انكرت الخبر وقالت لك لا يا عم الناس دي كلها بتهجص وانا واحد منهم بهجص، والراجل ده اللي هو مش عارف اسمه ادم وطني ولا ايه جاي عشان خاطر انه يتكلم، لانه وكيل مصطفى محمد هو وكيل محمد عبد الله لاعب النادي الاهلي، والاهلي عاوز يمشي محمد عبد الله وعنده عقود من الدرجه الثانيه في الدوري الفرنسي وقصه كبيره. لكن انا بقولها لك مصطفى محمد الراجل والاهلي في مفاوضات متقدمه. الاهلي متفق مع مصطفى محمد وفاضل بس الاتفاقات مع نادي نانت الفرنسي ليصبح مصطفى محمد لاعبا في النادي الاهلي. دي الاخبار اللي عندي. هل الاهلي هيقدر يقنع نانت الفرنسي انه ياخد مصطفى محمد؟ ده اللي هتشوفه الفتره الجايه. ممكن الناس تطلع تشتم عادي براحتك خالص. واقول لك كمان والناس دي اكدت ان بيراميدز دخل في الصفقه، لكن عاوز ادي رساله لبعض الناس اللي كل شويه تطلع مستحيل مصطفى محمد غير نفس الكلام. والناس دي ما بتتعلمش من قصه كهرباء ومؤمن زكريا امام عاشور، ابرزهم زيزو اللي لسه ما فيش من شهرين اتنين بالكتير خالص الاهلي واخده. وكان عندنا الناس كلها وانا واحد بنقول لك لا الا زيزو الا زيزو. فزيزو النهارده بيلعب فين؟ في النادي الاهلي. فانا بقول لك ان الزمالك خلاص القصه دي انتهت، او في الاهلي في كل حاجه انتهت. مش حاجه اسمها احتراف، مش حاجه اسمها انتماء، كلها بقت بتتكلم بالفلوس. قليل قوي قلت لك ناديا وتبقى عمله ذهبيه لما لاعب بيتمسك بالنادي بتاعه. فده اول خبر معايا ان الاهلي قريب جدا من التعاقد مع مصطفى محمد، وعاوزك تفكك من القصه دي لانها كلها بقت قصه احتراف وبتتكلم بالماديات. فالايام الجايه هنشوف بيراميدز دخل في الصفقه وبيزاحم الاهلي. الناس النهارده طلعت تتكلم لما الخبر انتشر امبارح وبتوجه مصطفى محمد انه يروح بيراميدز. بيراميدز فعلا دخل في الصفقه. خلينا نشوف الايام الجايه في ايه، لكن خليك برضه فاكر ان انا من اوائل الناس اللي طلعت قلت لك ان مصطفى محمد مضى في الاهلي عن طريق مصدر موثوق. بلاش دي كمان، خليني اقول لك ان الاهلي حاطط على مصطفى محمد من فتره طويله، وانا اول واحد طلعت اتكلمت في الموضوع ده. فدي حاجه تثبت لك ان انا ما جالكش اخبار اي كلام. خبر الثاني وهو خبر عمر فايد. قلت لك والحمد لله انا من فتره حوالي مش عارف فاكر كام بصراحه يعني طلعت قلت لك ان الزمالك لازم ولا بد يتعاقد مع عمر فايد لاعب فنربخشة التركي واياد العسقلاني. صفقتين هيتقلوا دفاع نادي الزمالك. فانا قلت لك قبل كده ان الزمالك لازم يتعاقد مع واحد من الاثنين. النهارده نادي فنربخشة التركي اللي بيلعب فيه عمر فايد اعلن الاستغناء عن عمر فايد وخمس لاعيبه. فالسكه حاليا مفتوحه بطريقه غريبه للزمالك للتعاقد مع اللاعب. هل هينجح الزمالك وجون ادوارد بالتعاقد مع اللاعب؟ بالنسبه لي صفقه مهمه جدا. لكن لو سالتني عمر فايد ماشي، عمر فايد مش عارف اتلخبط ليه، عمر فايد واياد العسقلاني، لا انا اوجه كفه اياد العسقلاني، وده اللي هنشوفه الفتره الجايه. لكن بالنسبه لي لما الزمالك لحد النقطه اللي بيلعب فيها دي ما دعمش دفاعه، فخلي بالك عشان الاهلي وكل الفرق النهارده مدعمه هجومها بشكل كبير. انت النهارده مدعم وسط الملعب بطريقه كويسه خالص وجاي لك في صفقه الزمالك الجديد، لكن انت النهارده دفاعيا ما دعمتش بالشكل الكافي، فهيبقى عندك موسم صعب لانك انت برضه سكوادك مش احسن حاجه عشان نتكلموا بما يرضي الله. وبمناسبه خط الدفاع برضه عشان ما اطلعلكش منه، النهارده قال لك ان الزمالك دخل في مفاوضات مع نادي زد للتعاقد مع محمد اسماعيل. هقول لك حاجه بيني وبينك بقى. بص،
وهنرجع لها قدام. انت كده كده هيجي لك ايقاف قيد، سواء بسبب كونراد مشترك، سواء بسبب ابراهيم مضاي، سواء مش عارف بسبب مين، سامسونج، كلام كتير هتشوفه قدام. تمام. لكن بالنسبه لي انا ان النهارده تجيب محمد اسماعيل وعمر فايد وياد العسقلاني وتدفع بقى وتفك يعني تفك الخزينه شويه وتخلص، هتدعم الدفاع بشكل خلاص انت نسيت الدفاع. لما عندك حسام عبد المجيد عمر فايد وياد العسقلاني والونش واحمد حسام ربنا يرجعه بالسلامه والزناج، انت النهارده عندك 6 مدافعين خلاص انت امنت، بالاضافه ان انت عندك صبحي وعواد والمهدي سليمان، فانت النهارده عملت بشكل كويس. بمناسبه حراسه المرمى والصفقات التبادليه مع بيراميدز او الصفقات اللي هتحصل بين الزمالك وبيراميدز، هم حاطين عليهم على راس المال زي ما قلت لك من فتره ومحمد صبحي. الزمالك لو قدر يخلص محمد علاء حارس مرمى الجونه اللي الزمالك في مفاوضات معاه، فالزمالك يعير محمد صبحي او يبيع محمد صبحي لو وصلت الامر لصفقات مهمه في بيراميدز، عادي جدا يتم الاستغناء بصبحي مقابل محمد علاء حارس الجونه، حارس كويس جدا جدا جدا. انا من اوائل الناس اللي اتكلمت ان الزمالك في مفاوضات جاده مع اللاعب، فاتمنى ان الزمالك يخلص في اللاعب او في حارس المرمى عشان خاطر يقدر يستفيد بصفقات كويسه ومحترمه مع نادي بيراميدز. ده اللي هيحصل ان شاء الله الفتره الجايه. وتعالى نتكلم في الخبر الثالث اللي معايا. بيراميدز اللي انا قلت لك وضحت لك ما عادش بيخش في صفقات هو مش محتاجها، بيراميدز بيدرس الصفقات اللي هو محتاجها جدا جدا جدا. والنهارده وامبارح كلام كبير جدا بتاكد، وانا بقول لك من مصادر من نادي الوقر القطري اعلنت ان خلاص بنسبه تتخطى 99% حمدي فتحي لاعبا في نادي بيراميدز بموافقه اللاعب وبضغط من اللاعب. اللاعب مش عاوز يكمل في نادي الوقر القطري، وبكره الايام هتثبت ده. حمدي فتحي تدعيم كويس لخط وسط نادي بيراميدز، صفقه سوبر بمعنى كلمه سوبر، ان كلنا برضو يعني شايفين اداء حمدي فتحي ولاعب مهم جدا ولاعب بيضيف كتير لاي نادي. وخلينا نتكلم بمجد الله، لو الزمالك حط بقى تحتها مليون خط، حط لي رايك بالذات في الكومنتات في الحته دي، لو قدر يخلص مهند لاشين وصفقه كمان من بيراميدز مقابل، حط تحتها خط مقابل مهند لاشين، يعني مهند لاشين وصفقه مهمه قصاد محمد صبحي، ايه رايك في الحته ديت؟ يعني انا اتوقع دلوقتي لو الزمالك قدر وضغط وخلص في مهند لاشين صفقه حلوه جدا، صفقه من اهم الصفقات اللي هتضيف كتير لنص ملعب نادي الزمالك. بالنسبه لي انت بتامن، لان انا قلت لك قبل كده المنافسه في الصفقات هتبقى صعبه، واديك شايف لا عارف تاخد لعيبه من دي ولا من ده ولا من دوكهات ولا من هناك ولا من هناك غير بالعافيه وفلوسك كاش، مع ان كل الفرق دلوقتي حتى في العالم بتتجه لنظام التقسيط. فبكره الايام هنشوف ايه اللي هيحصل، لكن بالنسبه لي مهند لاشين صعب بيراميدز يسيبه لانه صفقه مهمه جدا لسكواد بيراميدز، لكن لو تم الضغط اتوقع الزمالك ممكن يقدر ويخلص اللاعب. تعالى بقى نتكلم بمناسبه ايه الزمالك والصفقات، برضه مكملين في صفقات الاهلي قدام وقصه وسام ابو علي والقصه الكبيره دي. لكن تعالى نتكلم في الصفقه الجديده. رسميا احمد ربيع لاعبا في نادي الزمالك، كل الامور خلصت واحمد ربيع تخلف عن معسكر البنك الاهلي تمهيدا لانتقاله لنادي الزمالك واصبح لاعبا في نادي الزمالك. رسميا احمد ربيع لعيب كويس جدا، لكن برضه تعالى نتكلم في حته قدام. بس لما اقول لك الخبر اللي جاي ده يعني خلصنا خلاص من قصه احمد ربيع واصبح لاعبا في نادي الزمالك. الخبر المهم جدا وهو خبر احمد الجفالي. احمد الجفالي الزمالك قدر يقنع اللاعب بالخروج تمام بره النادي للاعاره. تمام. اللاعب عنده عرض من النادي الافريقي التونسي. تمام. الزمالك بيحاول يتكلم واللاعب برضه عنده رغبه للاستمرار في الدوري المصري، والزمالك عنده رغبه لاستمرار اللاعب في الدوري المصري للحكم عليه، لانها بصراحه احمد الجفالي من اللعيبه مش هقول لك مظلومه بقى، لكن هو جه في ظروف مش كويسه بصراحه. انت فاهمني؟ احمد الجفالي كان الناس ومن ضمنهم ميدو اللي اتعاقد مع الصفقه بتشكر بطريقه غريبه الشكل في احمد الجفالي، اللي احنا برضه ما لحقناش نتفرج على اللاعب بسبب الاصابه اللي حصلت له، ومش عارف دي كلها ايه اللي حصل، يعني اصابه كبيره قوي مش عارف فتره طويله قوي طويله يعني الراجل ما لعبش، الراجل جه في يناير ما شفناهوش تاني من ساعتها بتتكلم في 5-6 شهور ما حكمناش عليه. فبالنسبه لي ان خروج اللاعب كمان واللي فكر في حاجه زي كده حاجه كويسه جدا لو حتى جت من اللاعب او من الاداره، انه يخليه موجود في الدوري المصري للحكم عليه هل ينفع الراجل يكمل ولا الراجل ينباع. وتعالى للمشكله الكبيره العظيمه الفشيخه سيف الدين الجزيري، وده بيفكرني بمشكله خروجه بحته معينه جدا، مش عارف ودني وجعني ليه.
بكونراد ميشيلاك. انت فاكر في الفتره اللي الزمالك في انتقالات يناير اللي فاتت كان بيحاول يطلع كونراد ميشيلاك؟ حصل ايه؟ ان اللاعب خلاص الزمالك استغنى عنه ومشاه وهيشتري الزمالك بفلوس. تمام. سيف الدين الجزيري فتره برضه من الفترات عمل ايه؟ كان فاضل له فلوس على نادي الزمالك، اشتكى النادي وهو جوه النادي. تمام. فبالنسبه لي الراي العقلي يقول ايه؟ ان انت النهارده تشوف صفقه مهاجم سوبر وتخلص معاه، ويتم حتى لو ما عرفتش تسوقه زي ما كنت عايز تسوقه في الدوري التركي، اعتقد كان في الدوري التركي العرض، لو ما قدرتش تسوقه تفسخ عقده، لانه كده كده حتى لو بيلعب جوه النادي هيشتريك. وما تكررش غلطه كونراد ميشيلاك، لان الايام الجايه صعب عليك وانت ما بتعلمش. حاول تخلص صفقاتك كلها وتأيدها، والموضوع يبقى بالنسبه لك ماني، حتى لو جالك ايقاف تخلصه على مهلك براعه، يبقى انت دعمت سكوادك بطريقه كويسه. لان برضه سكوادك مش السكواد عشان نبقى صراحه مش سكواد يجيب دوري وكاس وكونفدراليه، لكن الايام الجايه هتحكم. انا قلت لك لو المدرب هو اللي يقدر يطلع من الفسيخ الشربات زي ما بيقولوا. يعني ايه؟ يعني الصفقات دي كلها صفقات انت بتراهن على التطوير بتاعها وتراهن عليها، لكن مش صفقات السوبر اللي تقدر تشيل نادي الزمالك. وهنرجع للقصه دي قدام، خلي بالك هنرجع لقصه الصفقات دي قدام. فالزمالك انا من رايي انه يخلص ويمشي سيف الدين الجزيري حتى لو فسخ التعاقد، بسبب ان سيف الدين الجزيري كده كده هيشتكيك بيلعب معاك او براه. فسيف الدين الجزيري من اسوء الصفقات، ويحكم عليه عبد الله، اسمه عبد الله جورج باين، مجلس الاداره اسمه عبد الله جورج وحسين نبيه، ويحاسبوا على انهم كملوا معانا سيف الدين الجزيري. اقسم بالله. تعالى بقى نتكلم في قصه وسام ابو علي. سبتها لك للاخر لان النهارده في هجوم كبير على اللاعب، بسبب ان اللاعب جاي له عرض للاهلي مناسب جدا. انا شايف 8 مليون دولار او 10 مليون دولار عرض مناسب جدا للاهلي، عشان تبقى عارف مفيش لاعب بينباع في مصر بالرقم الكبير ده. تمام. النهارده في حملات ممنهجه من احمد شوبير وبعض الاهلاويه على اللاعب. تمام. ليه؟ لان اللاعب عاوز يمشي. وتعالى قول لي اي واحد في مصر، مش هقول لك لعيب كوره، انا جايب لك عقد بتاع شغل في امريكا، وقايل لك كمان انك تاخد الجرين كارد. الجرين كارد اللي الناس ما تعرفهاش هي الاقامه، اللي هي الاقامه في البلد، ان وسام علي هياخد الجرين كارد، وهي الاقامه مدى الحياه. فاللاعب دي حاجه كويسه جدا، خلي بالك، لان انا قلت لك وسام علي مش من اللعيبه اللي قعدت في فلسطين مش هخش في القصه الطويله دي كلها. لكن لو قلت لاي حد في الدنيا تعالى هديك الجرين كارد في امريكا الاقامه الدائمه، اي لاعب هيروح واي واحد هيروح. ده حاجه لم تعوض. ثانيا ان الراجل لو قعد من 3 ل5 سنوات يحصل على الجنسيه الامريكيه، ودي حاجه برضه لا تقدر بثمن. خلينا نتكلم بوضوح. ولاعب هياخد عرض اضعاف ما بياخده في الاهلي، فتخلي اي لعيب مهما كان يسيب كل ده وينتقل هناك، عشان نتكلم بصراحه من غير تدليس. وده اللي حتى حصل في قصه زيزو، لما قلنا ان زيزو هو حقه انه يروح وازاي حقه انه يستفاد، زي ما قلت لك ان الاهلي برضه حقه انه يستفاد. لكن مبلغ 8 مليون دولار مبلغ مجزي جدا للاهلي. وخلي بالك انت اللي عملت في نفسك كده لما جبت زيزو. تمام. وعليت اوضه اللبس اللي النهارده اليو ديانج برضه من مصادر بتاكد ان فشل تجديد عقده مع الاهلي بسبب برضه اكيد المقابل المادي. عشان تبقى عارف قصه زيزو بوظت اوضه اللبس، وده اللي ما كانش عاجبه شوبير، وده اللي قاله محمد عماره. عشان تبقى عارف فالاسعار في الدوري المصري بقت خزعبليه بسبب اللي عمله الاهلي برضه معايا او غير معايا. يعني انت معايا في الكلام او ضده، ورد عليا برضه في الكومنتات. وصلت معاك للنهايه برضه هطلب منك نفس الطلب لو انت واصل معايا للنهايه. مليون تحيه لمين اللي اسمه ايه بيعلق لي، والله المشكله انا بنسى، انا اسف والله العظيم بنسى اسمه ناجي ولا ناجي المصري اعتقد. مليون تحيه للناس اللي بتكتب لي اسمها في الكومنتات في الاخر، عشان الناس دي والله فوق راسي. ولو وصلت معاك للنهايه صلى على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اشرف خلق اجمعين، فصلوا عليه والسلام